كل واحد في الدنيا عايز يبقى ناجح، عايز يبقى أنجح واحد في الكون، بس ساعات النجاح ده بيحتاج تضحيات، زي إنك تقعد تتألم طول حياتك بس عشان توصل للكمال والنجاح اللي أنت عايزه، وإنك تخسر إنسانيتك وتنجح على حساب الناس، ومن كتر هوسك بالنجاح أنت مستعد حرفيًا تعمل أي حاجة عشان تنجح بس. في فيلم ويبلاش من أجمد الأفلام اللي اتكلمت عن الموضوع ده، ومن أكتر الأفلام الجامدة في التاريخ عامةً يعني، إخراج ديمون شازلين. المهم هو ده يعني هو ده، ومن تمثيل الفاجر جي.كي. سيمونز ومايلز تايلور، ده أحسن دور عمله تقريبًا في تاريخه. بنبدأ ونشوف إن أندرو قاعد عمال بيطبل، فبعدين فليتشر بيدخل عليه وهو حرفيًا بيتفزع من مكانه كده، بيقول له: "أنت اسمك إيه؟" بيقول له: "أندرو." بعدين بيقول له: "أنت عارف أنا مين صح؟" بيقول له: "أيوه طبعًا." بعدين بيقول له: "أنت عارف إن أنا بادوّر على لعيبة يعني وكده." بيقول له: "أيوه." هو بيبقى كل مدة كده بيقعد يدوّر على حد جديد يدخّله معاه في الفرقة وكده، بيقعد يقول لأندرو اعزف يالّا وكمّل، فبعدين بيقعد يكمّل، بعدين بيقول له: "أسرع، أسرع، أسرع، أسرع." هو بينغمس بقى ويكمّل أسرع، أسرع، ويقوم رايح طالع. فيلم الهبل ده بس ماشي. في المشهد ده بنشوف إن الفيلم حرفيًا كلّه أجواءه باردة وغامقة كلّها بالأزرق والأصفر والحاجات دي، الفيلم كده يبقى يعني فاجر كده. بيروح السينما وبعدين بنلاقيه واقف مع البت، بعدين بتدّي له الحاجة، بعدين هي بتقعد تكلمه وهو حرفيًا بيقفلها ويقوم رايح ماشي. عارفين الواد ده متخلف ما بيفهمش، فأنا يعني بيخش يقعد مع أبوه في السينما وبعدين بيقعد يقول له إن فليتشر شافه وهو بيعزف والكلام ده، فبعدين في لقطة هنا يا جدعان عايز أفهمها بس، هو بيحط زبيب على الفشار، أنا مش فاهم إزاي بيحط زبيب على الفشار، بس بعدين بنلاقيه حاطط صورة اللي هو بادريتش ده تقريبًا هو كريستيانو وميسي عندهم كده في البتاع الغريبة دي، قدوة يعني، هو أصلًا بديل للواد ده، يعني هو مش أساسي لسه، مش فاهم إزاي مش مقتنع بواحد زي ده. بعدين بنشوف إن فليتشر دخل دخول رايق يسبب حرائق فاجر كده، بعدين يقوم رايح يقعد بقى يجرب الناس دي كلها، يقعد يشوف قدراتهم والكلام ده، بيروح البت دي بعدين يقول لها: "قاعدة في الأول أمّا نشوف عشان أنتِ حلوة والّا" بعدين مكتوب ويطلع يقول لها: "فعلًا عشان أنتِ حلوة." الفرقة دي أصلًا مش عارف هي شغالة إزاي أصلًا يعني، حرفيًا يعني سايبين أندرو وفي بنت حرفيًا ما بتفهمش حاجة والنُص دول ما بيفهموش، بعدين بيقول له: "تعالَ معايا." بعدين الولد بيقوم بيقول له: "لأ مش أنت، مش أنت." بعدين بيقول له: "تعالَ في أوضة 16 بكرة الساعة 6:00 اوعى تتأخر." مبسوط بقى هو دلوقتي وبيضحك، اضحك يا واد أنت أيامك كلها سواد حرفيًا. بعدين بيروح للبنت السينما وهو مبسوط بقى وكده وفرحان، الولد بيقول لها أعبط كلام سمعته في حياتي حرفيًا، بعدين بتقول له: "امشي، امشي، امشي." فقام رايح ماشي مجنن، الواد ده عبيط فشخ يعني. بعدين بتوافق إن هُم يخرجوا مع بعض بقى، شكل بقى هو مبسوط دلوقتي، يصحى يلاقي الساعة 6:03، بيعرف إن هو اتأخر فبيروح جري، جري ويقع على وشه بقى ويعمل حاجات غريبة، بعدين بيروح يدخل، بعدين ما بيلاقيش أي حد. بيعرف أصلًا إن هو الساعة 09:00 هو جاي الساعة 06:00 فبينام بقى جوّه في الأوضة. بعدين بقى فليتشر بيقعد يعرّفهم على نيمون الجديد اللي هو أندرو يعني، بيقول لهم إن هو عنده 19 سنة وبنكتشف أصلًا إن هو أصغر واحد في الحتّة دي كلّها. فبعدين بيكتشف إن في عازف من الناس بتوعة البوك دول كلّهم، في حد ما بيعزفش، في حد بيعزف غلط. فبعدين فليتشر بيروح للواد المكلضم ده كده ويقول له: "اعزف كده." عازف رعب مش عارف يعزف. بعدين بيقول له: "بُص لي، أنت بتبُص تحت ليه؟" الواد يا جدعان مش عارف يبُص في عينه حتى، الناس بتترعب منّه حرفيًا. وهنا فليتشر أصلًا عمّال يضغط على الولا جامد، جامد أوي، هو كده مفكّر إن هو كل أمّا يضغط عليه هو كده هيبقى أحسن وهيطلّع أحسن ما عنده وكل ده، بس بالعكس تمامًا، عشان كده بيستعمل الضغط النفسي على كل الطلاب اللي عنده، على أندرو وعلى الناس دي كلّها كتير. بعدين بيقول له: "يعني أنت اللي كنت بتعزف غلط." بعدين بيقول له: "أنت شايف نفسك إن أنت جاهز إنك تعزف؟" بعدين بيقوم راح قايل له: "لأ." وقام رايح طالع ماشي. بعدين أصلًا بيكتشف إن ما هوش هو اللي كان بيعزف غلط، وإن إريكسون ده اللي كان بيعزف غلط، وده جزء من شخصية فليتشر أصلًا، هو مش بيدوّر على الكمال بس، هو حرفيًا عايز يكسر أي إحساس بالثقة عند أي حد عشان يطلع منهم بأحسن حاجة في الدنيا، أحسن أداء مثلًا كده. بس هو أصلًا يعني شوف يعني لدرجة إيه إن هو أصلًا مش واثق في نفسه ومش ضارب الشخصية بجنيه حتى، مرعوب حرفيًا يعني وعايز يمشي وخلاص، الراجل ده عمل له عقدة، فليتشر ده عمل عقدة لكل الناس دي. ياخد أندرو بقى ويقف ويقعد يقول له: "استرخي كده وركّز وعادي بالراحة ما فيش أي حاجة." وهو بيقعد يضحك بقى وكده ومبسوط حرفيًا. فبعدين بيبدأ العزف بعدين بيلاقيه أصلًا كان حلو في الأول، بعدين بيقوم رايح نايم على الكرسي مرة واحدة كده، بعدين بيقعد يقول له: "أنت كنت سريع والّا كنت بطيء؟" هو حرفيًا ما بيعرفش يتكلم خالص، بيقعد يقول له: "قُل كنت سريع والّا كنت بطيء؟" بعدين هو ما بيتكلمش برضه، بعدين بيقعد يضربه بالأقلام، بيقعد يضرب مش عارف بيضربه بالأقلام كده إزاي ده عادي ده يعني. أندرو بيعيط، بعدين فليتشر بيقعد يقول له: "أنت كنت منزعج والّا مش منزعج؟" بعدين بيقعد يقول له: "لأ." بعدين بيقول له: "لا أنت منزعج." بيقول له: "أيوه منزعج." بعدين بيقول له: "طب قُل لي أنت منزعج." بعدين بيقوم رايح قايل له: "أنا منزعج." بعدين بيقول له: "أعلى." بعدين بيقول له: "I'm upset." بيقول له: "أعلى، أعلى." بعدين بيقول له: "I'm upset." Say it louder! I'm upset! بعدين بيقعد يقول له بقى اقعد عيّط كده أهوّة عشان هم كابوك سابوك. فليتشر بيقول له اتمرّن على whiplash بشكل أقوى وكده، هو حرفيًا يا جدعان بيطبع 6000 ورقة يقعد يعزل نفسه كده في شقة والّا مش عارف بيعزل نفسه في الحمام، ويقعد ما بيعملش حاجة غيرها بس بيسمعها حرفيًا في الheadphone بيسمعها وبيقعد يعزفها كل شوية ما فيش غير whiplash بس، وإيده تقعد تتعور ويقعد يلزقه ويكمّل، هو ما بيبطّلش غير يقعد كل شوية يقعد يعمل كده بس، طريقة كلامه معاه أصلًا بطيئة
وفيها تردد كتير كده. ده اصلا بيعكس ان دي مش طبيعته خالص، هو بيحاول بس يبعد عن القوقعه اللي هو كان عايش فيه وعن الضغط اللي هو كان عايش فيه طول الوقت. دي كل هنا بتمثل حاجه مختلفه تماما عن العالم اللي هو كان عايش فيه. المشهد ده بيبين ان هو بني ادم عادي بيضحك شويه وبيهزر وعادي بكل حاجه، بيبين مشاعره وكل ده، ماهوش آلة بس في ايد فليتشر ولا هو حتى بتاع درامز بس وكده. فليتشر بقى بيقعد يقول لهم قبل ما يطلعوا على المسرح، بيقعد يقول لهم انا حرفيا هو عادي وعادي ممكن يضحي باي حد عشان هو بس يبقى شكله حلو. ففليتشر مش مهتم باي بني ادم حرفيا، اهم حاجه نفسه بس. الواد ده بيدي لاندرو الملف اللي فيه الموسيقى اللي فيها ويبلاش والموسيقات دي كلها يعني. بعدين هو بيقول له هاته علشان اذاكرها قبل ما اخش وكده. بعدين بيلاقي ضاع اصلا، سابع كورس وضاع. بعدين بيقعد يقول له انت وديته فين وديته فين. بعدين هو يقول له ما اعرفش، ما هو كان هنا، هو راح فين. ده بيروح لفليتشر بعدين بيقول له ان الملف انا كنت اديته لاندرو، هو قام رايح مضيعه. قام راح قال له تدي لاندرو ليه، مش هو مسؤوليتك انت. قام راح قال له ما انا كده مش عارف اطلع على المسرح وانا مش حافظ اللحمه. فبعدين اندرو بيقول له انا حافظه ممكن اطلع عادي. بعدين بيقول لاندرو ايه اطلع عادي كده، اندرو اصلا هو حافظه اصلا من غير انتوا فاهمين. بعدين اندرو بيطلع وبيعمل اعاز في فاجر تقريبا باين يعني هو عمل. بعدين بيكسب وياخد المركز الاول. بعدين بنروح تاني بنلاقيهم بيتمرنوا تاني. فبعدين فليتشر بيدخل، بعدين بيلاقي الولا قاعد على الدرامز مش اندرو اللي قاعد. فبعدين بيقول له انت قاعد بتعمل ايه، المكان ده الاساسيين بس وانت مش الاساسي. انا اتصدمت وهو اتصدم وانت اتصدمت، كلنا اتصدمنا حرفيا. هنا بوبي يقول له عملت ايه. فبعدين بيقول له بقيت مع فليتشر في الفريق وكده. بعدين بيقول له ده اللي انت كنت عايزه صح، راح قال له ايوه. هنا بقى بتشوف ان اصلا يعني ابوه اصلا مش مقتنع باللي هو بيعمله. فبعدين بيبقى قاعد في التجمع العائلي ده. بعدين بيقعد يقول له وانت يا اندرو عملت ايه. بعدين بيقعد يقول له انا بقيت اساسي مع فليتشر وكلام كتير كده. هم اصلا مش فاهمين حاجه. الست دي بقى بتقعد تقول له مش عارف ده ابني ده بقى في كره القدم الامريكيه باين جاب جون من 12 يارده وبيلعب مش عارف فين وفين وفين. بعدين اندرو بيقول له بس هو بيلعب في الدرجه الثالثه يعني مش حوار. فالراجل ده بيقول له انت عندك صحاب يا اندي. فبعدين بيقول له لا ملهاش اي فايده، صحاب لهمش فايده ومش عارف ايه مش عارف يعني. الواد ده بيفكر بطريقه متخلفه عقليا حرفيا. بعدين الولدين التانيين دول الجهله بيقولوا له يعني هي مش هم بيكسبوا كده بالصدفه يعني، قصدي انا على البطولات بتاعه الجاز والحاجات الموسيقيه دي. انا لما ابقى احسن موسيقار في القرن العشرين انا كده ابقى دي فكرة عن النجاح. ابوه بيقول له ان اموت مفلس ودمي كله فيه مخدرات بيبقى عندي 34 سنة، دي مش فكرة عن النجاح. اندرو بيقول له انا بفضل ان اموت سكران ومفلس وعندي 34 سنة بس الناس يفتكروني بعد ما اموت. ابوه بيحرج ويقوم راح ماشي. تعالى بقى اما اقول لك ازاي مايلز تايلور اتعلم الدرامز واتعلم العزف وكل الحوار ده. مايلز تايلور اصلا كان بيعرف يعزف درامز من ايام الثانويه، بس كان بيعزف في روك باندز بس مش جاز يعني. في فرق بين الروك باندز والجاز. قبل ما يبداوا تصوير ويبلاش اصلا تايلور كان بيتمرن 3 ساعات في اليوم لمده شهور علشان بس يتعلم اسلوب الجاز. انا عايز اقول لك ان 90% من العزف اللي كان في الفيلم ده كله كان تايلور نفسه اللي كان بيعزفه. بس في لقطات بقى العزف فيها كان اسرع وكده كان بيستخدم واحد، كان بيجيب واحد بقى محترف مثلا كده. وايده لما كانت متعوره برضه وفيها دم كده دي كانت حقيقيه عشان هو كان من كتر ضغطه على العصيان هو كان حرفيا بيتعور وكان عادي وكان بيكمل. المخرج اصلا هو كان عازف وكان بيعزف درامز وكده، فهو كان بيساعد مايلز انه يوصل للطريقه بشكل واقعي يعني ويبقى واقعيه وكده يعني. في الناحيه التانيه بقى جيكي سيمونز اصلا ما كانش عازف موسيقى ولا حاجه يعني مش الدرجه دي اكيد يعني، بس هو اصلا ركز على الجانب النفسي للشخصيه نفسها. هو حاول يخليها تبقى نفسيه اكتر، تبقى مركزه في حاجات كتير، تبقى بتدقق في حاجات كتير جدا وكده. فهو ذاكر الحاجات دي. فليتشر بيقول لاندرو ان هو شاف واحد في نفس الاوضه اللي هو كان بيتمرن فيها وكان بيتمرن ان هو يغير النغمه مرتين، تبقى اصعب على طبعا يعني من العادي. فهم اصلا بيعزفوا حاجه جديده غير ويبلاش. فبيطلع مين بقى، بيطلع الواد اللي كان معاه برضه هناك في الاستوديو المره اللي فاتت. فالاتنين بيتنافسوا مع بعض. بعدين التاني بيقعد يفضل على التاني على طول. وهنا حرفيا فليتشر عايز يعرف بس ردة فعل اندرو هتبقى عامله ازاي لما يلاقي واحد تاني كمان معاه ويشوف المنافسه هتبقى عامله ازاي. الواد بيعزف على الدرامز. فبعدين فليتشر بيقول له جامد فشخ يا ابني. فبعدين اندرو بيقول له ايه ده ايه الخرا ده حلو. فليتشر بقى ما بيعجبوش الكلام ده. فليتشر بيجيله تليفون وبيدخل المكتب. اندرو بيدخل لفليتشر المكتب وبيقول له اللي هو عامله ده عادي يعني انا ممكن اعمل كده بسهوله. فبعدين فليتشر بيزعق له وبيقول له لو انت عايز تبقى اساسي لازم تبقى تستحق المكان ده. شكل فليتشر كده بيعيط يعني مش عارف ايه ده. ركز بقى في الحته دي، ركز ركز. شوف ان اندرو قاعد مع نيكول وبعدين يقعد يقول لها بقى خلاص علاقتنا كده خلصت، وانا والحديد التانى وانا عايز ابقى اجمد طبال في الدنيا، ما عادش ينفع نكمل مع بعض، انت كده بتعقني لازم انا اكمل لوحدي ومش عارف ايه. البت عارفان بتترعب منه. تقول له يعني انا اللي كنت يعني انت دلوقتي مش جامد ومش عظيم. بيقول لها لا انا عايز ابقى الاعظم. فالواد ده متخلف حاجه في عقله كده يعني اكيد حرفيا كان بيرضي شهواته بس مش اكتر. هو ما كانش لا كان بيحبها ولا اي حاجه. بتقول له يعني انا اصلا ما بشوفكش غير مره واحده بس كل سنه وتيجي تعاملني بالطريقه ديت زي الحشره. يقول لها معلش. تقول له يعني انت شايف ان انا اللي بعيقك انك توصل لمجدك وانك تبقى الاعظم والكلام ده كله. بيقول له اه. تقول له يعني انت اللي شايف كده. بيقول له اه.
الواد ده حرفيًا مش إيه مشكلتك يا اسطى إيه الخرا ده؟ بعدين بنشوفه بيتمرّن بقى ويقعد يتعور تاني ويحط إيده في التلج بقى مكمّل هو في ده أوي يعني أوي. بعدين بنروح تاني بنلاقي فليتشر دخل لهم وبعدين داخل بقى كده بهدوء تام وشكله حزين، شغّل كده الCD من السيديهات اللي معاه، بعدين بيقول لهم إن السيمفونية اللي السيمفون إن البتاعة دي يعني اللي هُم بيسمعوها دي لشون كيسي، كان طالب عندي وهو لسه مات امبارح، كان عمل حادثة بالعربية. يقوم رايح بقى متعصب على العيال وعلى الدرامرز وكده، ويقوم رايح مطلّع كل الناس برّه، ويقول لهم اقعدوا برّه بقى 3 أيام أي حاجة أنتم عايزينها وأنا هاستفرد بالعيال دي، بيقعد معاهم يا جدعان يطلع 5 ساعات والّا حاجة، عايز يفهّمهم إن ما فيش حد أساسي، لو حد غلط غلطة صغيرة بس هيتغيّر على طول، حتى لو كان أفجر واحد في الكون يعني. بعدين بييجي الواد ده بقى الولد اللي لسه شغال حرفيًا ده تلويش ده مش عزف ده هو بيلوّش حرفيًا. بعدين بيقول له: "أنت ما قرّبتش حتى يا ابني إيه ده؟" بعدين ييجي دور الواد ده بعدين بيعدل الكرسي، بيقول له: "يا سلام! يعني هي المشكلة طول الوقت راكب في الكرسي؟ طب أبدع بقى يا كريستيانو ورّينا هتعمل إيه." قوم رايح شاتمه وقوم رايح مغيّر، قوم رايح جاي أندرو بقى ويقعد يقول له: "أسرع يا أندرو أسرع، أسرع ما توقّفش أسرع." وهو يفضل مكمّل أسرع، بعدين في الآخر يقول لهم: "أنت استحقيت المركز الأول يا أندرو، يالّا يا شوية جرابيع نضّفوا الدم اللي على إيد أندرو." بعدين أندرو بيبقى راكب الأوتوبيس عشان يلحق الحفلة ويروحها بدري، فبعدين الأوتوبيس بيُقف والكاوتش بيفرقع، بعدين بيسأل الست دي بيقول لها: "ما فيش طقوس هنا والّا حاجة؟" بتقول له: "لأ لازم تتصل بيهم." مش فاهم أنا لدرجة إن هو أصلًا ما هوش عارف الطقوسة بتتركب إزاي، ما هوش عايش في الكون، فبيروح مخصوص عشان يأجر عربية وبعدين يسوقها ويروح مكان الحفلة، بيكلم الولد في التليفون وبيقول له: "هاجي أهو مش هاتأخر وهاجي على طول." بيقول له: "ما عادش غير 10 دقايق وهنطلع على المسرح." بيروح بعدين فليتشر بيقول له: "أنت جاي أنت لسه فاكر جاي بعد إيه؟" بعدين بيقول له: "كونلي هو اللي هيبدأ." بعدين بيقول له: "إزاي هو اللي هيبدأ يعني؟ أنا اللي هابدأ وأنا اللي لازم أبدأ، لازم أنا اللي أبدأ." ومش عارف إيه. فليتشر بيقول لأندرو: "أنت قدامك بس 11 دقيقة تجيب العصيان وتيجي، لو جيت بعد كده ما هوش أنت اللي هتلعب." أندرو بينزل عشان يروح يجيب العصيان بتوعه وبيركب العربية وهو راجع يقوم رايح عامل حادثة، بعدين بيقوم رايح طالع من العربية وياخد العصيان ويمشي ولا كأن أي حاجة حصلت، حرفيًا بينضف هدومه ويمشي عادي يعني، حادثة فيها إيه يعني. فبعدين بيوصل وكُلّه دم وهدومه كلها دم ودماغه كل حاجة حرفيًا، وبيقعد على الكرسي وما بيعرفش يعمل أي حاجة يعني ما بيقدرش يعزف يعني خالص. فبعدين فليتشر بيقرب منه ويقول له You're done. فبعدين حرفيًا يا جدعان أندرو بيتعصب وبيفيض بيه حرفيًا، ويروح يدّي للراجل spear فاجر كده يبقى مش عشان هو إزاي عرف يعمل كده يعني بس هو فاجر من الآخر. هوس النجاح وهوس الكمان اللي عند فليتشر خلّاه يعمل شخصية زي أندرو ديّة، وخلّاه حرفيًا خلاص فاض بيه ما عادش قادر كل الإهانات وكل الضغط اللي كان عليه ده، عايز يرتاح وخلاص ما عادش قادر حرفيًا. وأندرو حرفيًا كان عايز يبقى ناجح في الحاجة اللي بيحبها بس. عمل كل حاجة، استغنى عن كل الناس وكل حاجة حرفيًا، وعزل نفسه كذا مرّة عشان بس ينجح، فضل متقبل كل الإهانات وكل الحاجات اللي فليتشر بيعملها فيه عشان يبقى ناجح بس، مش عايز أي حاجة تانية حرفيًا. أكتر حاجة ضايقت أندرو إن هو يعني حرفيًا لسه عامل حادثة وجاي، تقوم رايح أنت قايل له خلاص أنت مطرود، إيه الهبل ده كلام حد يقول لي والله يعني بنشوف إن أندرو قاعد مع واحدة كده ست، بعدين بتقول له إن شون كيسي كان مات منتحر، مش مات في حادثة عربية زي ما فليتشر كان بيقول يعني، فبتقول له إن أهل شون كيسي دول ما همش أغنيا فمش عارف يوكّل محامي ويرفع قضية وكل ده، فهُم عايزين إن أندرو يعترف على فليتشر إن هو فعلًا كان بيستخدم الضغط النفسي عليه، زي ما كان بيستخدم الضغط النفسي على شون كيسي وخلّاه ينتحر، والست بتقول له فليتشر مش هيعرف إن أنت اللي اعترفت عليه، فهو فعلًا بيوافق وبيعترف على فليتشر. بنشوف إن أندرو حياته بقت هادية أوي عن الأول خلاص، بقى شغال موظف في سوبر ماركت، خلاص بقى بعيد عن الضغط والحاجات دي. بعدين بنشوف إن أندرو كان ماشي في الشارع فلقى في حفلة صغيرة كده ومكتوب تحت فليتشر، فقام رايح داخل فلقى فليتشر بيعزف على البيانو، خلاص بقى تقاعد. أندرو بييجي يمشي فليتشر بينده عليه بيقول له: "أنا خلاص بقى طلعت من أشفر عشان في طالب في سن شون كيسي هو اللي اعترف عليَّ وقال لي إن أنا كنت باعامله معاملة وحشة وكده." فبعدين هو بيقعد يقول لأندرو: "أنا كنت باضغط على الناس كده علشان أبقى عايزهم يطلعوا أحسن ما عندهم، أنا ما كنتش عايز فلوس، ما كنتش عايز أي حاجة، أنا كنت باعمل كده بس عشان كنت باحب كده، أي حد كان ممكن يبقى زيي كده، يقعد يرفع صبعه وينزل صبعه ويعمل كده، بس أنا كنت باركز باجيب من جوه الأعماق الشخص، فأنا عملت كل حاجة حرفيًا ما عدتش أقدر أعمل أكتر من كده." أندرو بيمشي فبعدين فليتشر بينده له وبيقول له: "أنا هابقى في حفلة جديدة فعايزك تيجي عشان الدرامر اللي معايا مش على مزاجه وتعبان شوية كده يعني." بيقول له: "طب ورايان راح فين؟" فبعدين بيقول له: "رايان ده أنا كنت جايبه بس كدافع ليك إنك تبقى أحسن وأقوى وبس مش أكتر." بيقول له: "قدامك أسبوع تفكر فيهم لو عايز تيجي وكده." أندرو بقى شكله هيرجع في كلامه ويروح بجد، يرجع للزمن الجميل. أندرو بيتصل بنيكول تاني بيرجع يتصل بيها يعني بعيدًا عن التيشيرت اللي هو لابسه الفاجر ده يعني، بيقول لها: "أنا آسف على اللي حصل." ومش عارف إيه والكلام ده كله، وبيقول لها: "أنا كنت عايزِك تيجي في الحفلة اللي أنا هابقى فيها وكده." تقول له: "أنا هاسأل
my boyfriend إذا كان هيوافق والّا لأ. صدمة حياته هو كده بقى اتصدم خلاص، وبيقول لها على الجاز وكده حفلة جاز، بتقول له حفلة إيه؟ حرفيًا ما هياش فاهمة ومش عارفة إيه الحفلة، ما كانتش عارفة أصلًا هو بيعمل إيه تقريبًا. أندرو بيروح وبعدين بيوصل المكان وبيلاقي أبوه جاي عشان يحضر الحفلة، بيطلع على المسرح وبيلاقي كمية جمهور فظيع حرفيًا، كتير أوي، وبنعرف بقى إن الحفلة ديّة معمولة علشان هيتشافوا بقى، يعني مثلًا لو حد عمل أداء حلو وكده هيمضي مع ناس وكده وحاجات كده كتير يعني، ده آخر فرصة ليهم حرفيًا. فليتشر كان قايل لأندرو إن هم هيعزفوا من whiplash أو الكرفان اللي هم حافظينها يعني الاتنين اللي كانوا فيها. نرجع بقى، فليتشر بيقول لأندرو أنا عارف إن أنت اللي قُلت عليَّ واعترفت عليَّ وكل ده، فعشان كده أصلًا إحنا هنعزف حاجة جديدة خالص ما لا كرفان ولا whiplash حتى، حاجة تانية خالص. بعدين أصلًا أندرو ما هوش عارف هم بيعملوا إيه، حاجة جديدة فشخ وما يعرفش إيه اللي هم بيعملوه ده، بيقعد بقى يهبد من دماغه يهبد، فبعدين بيقف فليتشر بيوقف الموسيقى، بعدين بيقول لأندرو أنت شكلك ما كنتش موهوب، فبعدين أندرو بيطلع، بعدين بيروح لأبوه، بعدين بيقوم رايح واخد شوية حنان من أبوه وراجع تاني، راجع فجر. أندرو بيرجع يقعد كده بقى وحط فليتشر في الأمر الواقع، مش هيعرف يعمل حاجة، فليتشر مش هيعرف يعمل أي حاجة، وبيحصل أفجر حاجة ممكن تشوفها في حياتك حرفيًا، فجر. اللقطات دي يا جدعان، اللقطتين الأخرانيين دول بجد لازم تروح تتفرج عليهم، لازم، جامدين فشخ بمعنى الكلمة يعني. وأبوه بيبص على ابنه، فبعدين بيعرف إن ابنه فعلًا كان موهوب، وبيقول له يا ابن اللعيبة. وأندرو عمل أسرع حاجة في الحياة تقريبًا، وبينتهي الفيلم. سقف يا ابني أنت وهو على الفجر اللي إحنا بنشوفه ده، 36/10 ونجمة يا ابني والله، فجر يعني. النهاية مفتوحة بس أنا حاسسها عادية، يعني مش مفتوحة مش زي prisoners مثلًا كده، كنت متضايق في prisoners الصراحة يعني. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي، وبس كده.